السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فترة عملت لكم فيديو عن كبة رافال أول ما اشتريتها، وقد إيه كنت متحمسة جدا ليها على أساس بقى إنها منتج مصري ولا بدل الدور 2. يعني ما شاء الله تعتبر كبة الخلاط، والدورق فيه لتر وفيه نص لتر. وما قلنا بما هي بقى منتج مصري في قطع غير متوفرة ومميزات تانية كتيرة وقتها كنت شايفاها في الكبة. وكمان في الفيديو ده قلت لكم الفرق بين كبة رافال وكبة مورينكس. عموما رابط الفيديو هتلاقوه في صندوق الوصف إن شاء الله أسفل الفيديو ده. وقتها قلت لكم ان انا هعمل لكم فيديو تاني للكبه كبه رافال عشان اقدر اقول رايي فيها بعد الاستخدام بفتره. وبصراحه كنت ناويه الفتره دي تكون مش اقل من سنه، يعني في خلال السنه دي اكون اقدر يعني جمعت راي كويس عن الكبه، عن الكواليتي بتاعتها، عن خاماتها، هل بتفرم لحمه، هل بتفرم خضار مجمد او فاكهه مجمده. كنت ناويه على كده بصراحه، بس اللي حصل كالاتي. في البدايه انا اول ما استلمت الكبه وشفت الخامات بتاعتها انا كنت مقلقه من الكواليتي بتاعت الخامات اللي مصنوع منها الكبه، وقلت انها مش احسن حاجه، بس قلت مش مشكله كله هيبان مع الاستخدام. وفعلا بعد اقل من 4 شهور استخدام السكينه بتاعت الكبه الصغيره اتكسرت زي ما باين في الصوره كده. واتكسرت من ايه؟ يعني مثلا مش كنت بفرم فيها لحمه، مع ان هي المفروض اصلا معموله لفرم اللحمه زي ما هم قايلين، ولا كنت بفرم فيها خضار مجمد ولا فاكهه مجمده ولا اي حاجه صلبه ولا ناشفه، ده انا كنت بفرم فيها طماطم، حتى باين في الصوره الطماطم لسه عليها. قمت عملت ايه؟ قلت دي كبه مصريه وقطع غير متوفره وانا لسه في الضمان، ده لسه يا دوب استخدام شهور، وده يعتبر عيب صناعه يعني. اخدت الكبه، اخدت السكينه وصورتها وبعتها للوكيل المعتمد اللي انا شاري منه الكبه، وقلت له لو سمحت حصل كذا كذا. رد عليا وقال لي تمام هنستبدلها ب 150 جنيه. قلت له ليه 150 جنيه؟ قال لي 100 سعر القطعه و50 جنيه سعر التوصيل. المفروض ان هي في الضمان وانا معايا الفاتوره ومعايا الضمان، وده انا ما استخدمتهاش في اي حاجه صلبه او صعبه ان هي تكسرها، ده عيب تصنيع. ومع ذلك استبدلتها ب 150 جنيه، 100 جنيه سعر القطعه و50 جنيه سعر الكبه سعر التوصيل. المهم ان هم بعتوا لي السكينه ودفعت ال 150 جنيه. بعد ما استلمت من الدليفري جاي ببص على السكينه لقيتها السكينه بتاعه الكبه الكبيره، مش السكينه بتاعه الكبه الصغيره. كلمتهم قالوا معلش يا فندم ده سوء تفاهم مربطه ومتعوضه ان شاء الله. فركنت طبعا الكبه الصغيره لان ما عنديش السكينه بتاعتها، السكينه اتكسرت، وبدات استخدم الكبه الكبيره. الكارثه بقى، الكارثه ان بعد اقل من اسبوع من استخدام الكبه الكبيره يبدا سكينه الكبه الكبيره كمان تتشرخ. شوف بقى حضراتكم الشرخ فين، يا رب يكون واضح بس هنا في الفيديو. بسم الله اهو الشرخ اهوت، مش عارفه طيب هنحاول نوضح اهو كده واضح. الشرخ واضح اهوت، الشرخ كده واضح. وكنت بعمل ايه؟ كنت بفرم فول، والله ما كنتش بعمل اي حاجه صعبه او صلبه. اهي اداه الجريمه، وانا بفرم النهارده فول مدمس تقوم الكبه تتكسر. انا عايزه اعرف الكبه دي معموله لايه؟ لا فالحه في طماطم ولا فالحه حتى في فول مدمس ولا فالحه في اي حاجه خالص. هي الكبه المفروض انها 500 واط، والكبه اللي هي المفروض اصلا عشان تفرم لحمه، ده كاتبينها تفرم لحمه، ولسه انا ما استخدمتهاش يا دوب شهور. يعني انا شارياها تقريبا بقالي 4 شهور، مش استخدام مستمر، ما بستخدمهاش بشكل مستمر. الكبه دي بقى بتفرم ايه بالظبط؟ انا عايزه افهم. اقول لكم ليه بقى الكبه بتتكسر. دلوقتي المفروض ان في بلاستيكه هنا، انا مش عارفه اسمها ايه البلاستيكه دي. البلاستيكه دي المفروض ان هي بتتخلع بس لما اجي انا عايزه انضف، يعني انا خلاص فرمت وخلصت وعايزه انضف فبشيلها عشان خاطر انضف. البلاستيكه دي بقى بسبب وبدون سبب بتتخلع بمنتهى السهوله. يعني يبقى الخلاط شغال، تبقى الكبه كده شغاله تمام، وتقوم دي مفصوله بكل سهوله كده والكبه شغاله، فتروح الحته اللي تحت دي تحتك بجسم الخلاط من تحت فتروح مكسوره. طب انا ذنبي ايه ان انتوا صناعتكم سيئه؟ ان انتوا مش عارفين تثبتوا حته بلاستيكه، مش عارفين تثبتوها في العمود بتاع السكينه، فمن اقل حاجه تتخلع ومن اقل حاجه السكينه تتكسر، من اقل حاجه كبتين الصغيره والكبيره في خلال اقل من اسبوع يبوظوا. وايه في فرم فول مستوي، فول مدمس، وفرم طماطم. حرام بصراحه. يعني انا كنت مبسوطه بمنتج زي ده، انه منتج مصري وانا مبسوطه باي حاجه مصريه، وقلنا عشان المقاطعه ونشجع المنتج المصري فتبقى دي الخامات وده الاستخدام، وعشان اطلب ان انا القطعه باظت مني او القطعه اتكسرت مني تقولي لي تدفع 150 جنيه؟ طب ده حرام ولا حلال ولا ايه بالظبط؟ عموما انا عملت الفيديو ده علشان اي حد عايز يشتري كبه رافال يعرف الكبه دي الكواليتي بتاعتها عامله ازاي. دي تجربتي معاها في خلال شهور بسيطه جدا. انا طبعا بقى لا فرمت فيها لحمه ولا فرمت فيها اي حاجه خالص، هو كان اخرها يا دوب مثلا افرم فيها شويه توم، اعمل فيها مثلا شويه طماطم، افرم فيها شويه طماطم، افرم فيها شويه فول مدمس، حاجات بسيطه جدا لو اي كبه يدويه هتعملها بمنتهى السهوله.
فدي كانت تجربتي مع كبة رافال. لو اي حد عنده تجربة تانية يمكن تكون احسن مني اسوأ مني، اللي عنده تجربة يا جماعة يا ريت تقولها لي في الكومنتات. واتمنى يكون الفيديو افادكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فترة عملت لكم فيديو عن كبة رافال أول ما اشتريتها، وقد إيه كنت متحمسة جدا ليها على أساس بقى إنها منتج مصري ولا بدل الدور 2. يعني ما شاء الله تعتبر كبة الخلاط، والدورق فيه لتر وفيه نص لتر. وما قلنا بما هي بقى منتج مصري، في قطع غيار تانية كتيرة وقتها كنت شايفاها في الكبة. وكمان